يا مساء الفل عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير، امين يا رب العالمين. النهارده الفيديو طبعا محمود نزل علينا بالفيديو بتاع الفرح. بسم الله ما شاء الله، سحر قمر 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 قمر. غض النظر انها معاها 6 ولاد، ربنا يبارك لها فيهم يا رب. بس كانت اموره وجميله، واهلها جولها تاني يوم. قال بقى الصباحيه، انتوا عارفين الناس اللي في الارياف ناس جميله ازاي، وبتحب انها بقى تظبط. يعني الواحد كان الود وده ان هو يبقى جارهم ولا حاجه، يروح ياخد الفطير، جايبين الله اكبر فطير مشلتت. يعني يعني لا، الارياف ارياف بيعملوا دول الاساتذه، يعني دول اصول الفطير، يعني الله اكبر. مفيش شويه ولقينا ابو الولاد نزل بفيديو. طبعا انا للاسف سبب انه ينزل بالفيديو ده. طبعا انا هفضحكوا يا عيله مش عارف ايه، وهقول على كانوا بيسموك بايه وانت صغير، وكانوا بيقولوا عليك ايه وانت صغير يا فلان وانت يا علان، وانا هعمل وانا هخلي. طبعا يعني عايزه اقول لكم الغلط في كل الحوار ده بسبب الفيديو اللي نزله محمد، اللي هو بتاع المقلب اللي عمله بتاع العربيه. هو ماسك في الكلام اللي كان عياله بيقولوا يعني بيقولوا الكلام لمحمد عشان محمد يكتبه على العربية. تبطل كام وتاخد تاخد كام وتبطل كلام. ولاد الأصول صعب الوصول. فطبعا هو بيقول لك عيالي لا ما يعملوش كده، عيالي غلابة. مصدق قوي في ان يوسف كان بيعيط وهو بياخد من ان محمد بيقول له هاخد منك الكلب بندق، وهو كان بيضحك اساسا في الاول، وبعد كده محمد هو اللي قال له انت بتعيط ليه. يعني لو ايه نبهه، راح هو الولا معيط ايه، طب خلاص ما تاخدش الكلب. واحده من التعليقات بتقول انت مش ملاحظ ان ابنك عيط على الكلب وما عيطش عليك؟ يعني انا بشوف تعليقات عنده غريبه قوي. المهم، انت عارف يا ابو الولاد ان الفيديوهات دي كلها تمثيل، تمام؟ بس انا عذراه في ان احنا اللي ادينا الفرصه. يعني انت اللي اديت الفرصه يا محمد يا حوارات، فانك انت تكتب الكلمات دي. المفروض حتى يعني انتوا عارفين انه في واحد قاعد مركز معاكم، في واحد عايز يقلقكم يأذيكم نفسيا. يعني في ناس كده بتحب تأذي اي حد نفسيا معنويا ماديا. انا عايش لك علشان أذي اللي جابك، تمام؟ فانا عارف ان في حد متربص لي، اقوم انا اعمل الحاجة اللي خليه يمسكها عليا؟ ليه؟ ايه اللي يخليك ان انت تنزل الفيديو ده؟ اكبر غلط ان انا انزل فيديو لناس او في كلام وانا عارف ان في حد هياخد الكلام ده عليه. ده انتوا لما بتغنوا، ده قال ده انتوا لما شغلتوا اغنية ابو الليف هدد مراتك وقال لها انت اهلك مش هسيبهم وهعمل على اغنية، على اغنية. يعني حبيبك بيبلع لك الزلط، عدوك يتمنى لك الغلط. في ناس كده عدوة يشوفك بتتاوب، انت بتتاوب، انت بتعطس، انت بتقول، انت بتعيد. في ناس كده، في ناس طبيعتها العداوة. انا بقى بيني وبين فلان عداوة، اقوم انا منزل فيديو كاتب فيه ولاد الاصول صعب الوصول وتاخد كام وتبطل كلام، حتى وعياله هم اللي يقولوها. انا عذراه، وفي نفس الوقت مش حابة بقى خلاص يلا بينا ننهي. طبعا انا عرضالكوا تعليقات الناس اللي بتخش له بتعلق. الناس داخله بتعلق عليه تعليقات، انت لو بتخاف ربنا المفروض ما تعملش كده. انا طبعا عرضالكوا وانت ازاي بتتكلم في بنتها، في بنتك؟ اعمل حساب ان بنتك ربنا يكرمها بزوج صالح، هتيجي تتقدم لو ربنا كرمها بزوج او عريس، الناس هيبصوا لها على اساس ايه؟ ان انت طالع كل شويه تفضح في العيله وبتفضح فضايح. انت فاكر انها فضايح ان انت طالع النهارده بيقول ان العيال كانوا بيقولوا لمحمد في المدرسه يا ابو كذا؟ ايه ده؟ يعني ما كلنا كان لينا اسماء واحنا صغيرين، اسماء ما يعلم بها الا ربنا. يعني كان لنا اسماء كتيره، انت نفسك تلاقيه كان والدتك بتدلعك باسم غريب. ايه المشكله؟ يعني ايه وجه الفضيحه في الموضوع؟ يعني انا مش فاهمه برضو والله، انا نفسي افهم. فالغلط انا شايفة الغلط ان انا اللي اديت الفرصة لعدو يمسك عليا واحدة، ان انا اطلع واعمل فيديو واكتب انا اديت امر ازالة للناس الزبالة. انا مش عارف، انا اول ما شفت انا وانا بتفرج على الفيديو يعني اللي هو المقلب، انا قلت بس احنا كده هنخش في حرب، وابو الولاد هيطلع وهيقول عيالي، ومستنكر قوي قوي ان
ان ابنه بيعيط وان ابنه التاني مربوط من ايديه. ما كل ده احنا عارفين ان ده شغل مقالب وشغل، يعني هم عاملين كده وانت عارف ان هو تمثيل، وهم مش بيأذوا عيالك يعني. فاتمنى يعني من محمد حوارات والعيلة كلها ما تدوش فرصة لعدو يخش عندكم بقى ويمسك الواحدة ويقول لكم مش عارف ايه. اتقوا شر، يعني اتقوا شر اعدائكم بان انتوا تتجنبوهم. خلاص بقى يعني يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل من وشك. خلاص اعملوا يعني شغلكم من غير ما يبقى فيه تلقيح. انتوا مش بتلقحوا بس الكلام باين انه تلقيح يعني. اي حد هيسمعه يقولك بس دول بيلقحوا علينا وبيعملوا علينا فايه لازمتها ان احنا نمسك على حد علينا حاجة يعني. فنتمنى ان ربنا يهدي الحال ويهدي لهم يا رب، يلم الشمل بعياله. امين يا رب. وهم انا متوقعه ان هم ممكن حد من حوارات من العيله دي يحلوا الحوار ده، لان هم اكيد زهقوا واحنا كمان زهقنا يعني. احنا عايزين نشوف حاجه حلوه كده نبقى قاعدين مستمتعين. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.